حلقة جديدة بلاي ميكرز وجولة جديدة من جولات الدوري الإنجليزي ممتاز، وأهم مباريات اللي حصلت النهاردة في السبت الممتاز. هنتكلم النهاردة عن لقاءين: لقاء السيتي ونيوكاسل اللي تألق فيه نجمنا المصري عمر مرموش وأحرز أول هاتريك ليه في الدوري الإنجليزي ممتاز، وكمان لقاء أرسنال وليستر سيتي. خلونا نبدأ بأول لقاءاتنا وهو السيتي ونيوكاسل. والحقيقة لقاء كان صعب جدا قبل المباراة على الفرقتين. لقاء كان صعب على السيتي أكتر لأنه جاي من هزيمة مؤلمة من ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، والريمونتادا اللي عملها عليه ريال مدريد في ملعب الاتحاد. كمان لان الماتش قدام فرقه تقيله زي نيوكاسل، وفرقه مش صعب ان انت تهزمها. كمان لان نيوكاسل عنده نفس عدد النقاط قبل اللقاء مع السيتي 41 نقطه، فبالتالي الفرقتين عندهم نفس الهدف وهو المركز الرابع المؤهل لدوري ابطال اوروبا. وعلى قد اللقاء النهارده ما كان صعب، ولكن نجمنا المصري عمر مرموش قدر انه يعمل منه لقاء سهل جدا ولقاء عادي للسيتي. ومن خلال الهاتريك اللي احرزه النهارده في اول نص ساعه وادائه المميز قدر ان هو يخرج السيتي النهارده بفارق 4 اهداف على نيوكاسل ويعمل نتيجه كبيره النهارده. اداء عمر مرموش والهاتريك التاريخي اللي احرزه النهارده هنتكلم عنه ان شاء الله باستفاضه كمان شويه، ولكن خلونا نبدا ونشوف جوارديولا بدا اللقاء ازاي. جوارديولا بدأ اللقاء بطريقته المعتادة في اللقاءات الأخيرة 4-2-3-1، ولكن بتشكيلة وأفراد مختلفين بعض الشيء. أفراد أنا أشوف إنهم الأقدر إنهم يكملوا في التشكيلة الأساسية للسيتي، لأن جوارديولا بعد بعض العناصر اللي كانت بعيدة عن مستواها وحطهم في دكة الاحتياط، وعلى رأسهم برناردو سيلفا اللي صوتنا اتنبح من اول الموسم وقلنا انه بيأدي اسوأ مواسمه مع السيتي، ولكن جوارديولا كان مصر وبيلعبه اساسي. تحسه بقى مش عارف بيعاند نفسه ولا بيعاند جماهير ولا بيعاند مين بالظبط. النهارده حطه على مقاعد البدلاء. كمان كوفازيتش اللي بيأدي اداء سيء وباهت هذا الموسم، تحس انه مش قادر يبقى حلقة الوصلة ما بين خط الدفاع وخط الهجوم. النهارده برضو جوارديولا حطه على مقاعد البدلاء. كمان ماتيوس نونيز اللي ما بيقدمش اداء كبير. اي نعم جوارديولا كان في بعض اللقاءات بيشركوا في مراكز مش متعود يلعب فيها كالظهير الايمن، ولكن اللعيب المميز بقى هو اللي يثبت نفسه ويؤدي اداء كويس في اي مركز يحتاجه فيه المدير الفني. واخيرا دي بروين اللي اداؤه البدني اثر جدا على اداؤه الفني داخل البساط الاخضر، وشفناه مش في احسن مستوياته. النهارده برضو جوارديولا بيقعده على مقاعد البدلاء. طب مين بقى اللي جوارديولا اعتمد عليهم النهارده وفرقوا في اداء الفريق؟ اول حاجه هو المدافع عبد القادر خوسانوف اللي شفناه في اول لقاء تشيلسي اللي لعب فيه اساسي كانه اترمى يعني من الدار للنار، وشفناه بقى جاب جون في نفسه في اول اللقاء وكان هيطرد وعمل مشاكل كبيره. ولكن انا فاكر ساعتها في الحلقه دي قلت لكم ان المدافع ده هيبقى من احسن المدافعين في العالم، لان هو باين يعني لعيب كورته حلوه، لعيب اداؤه مميز، جسمانيا برضو قوي، وبيشبهوه حتى في بلده بفان دايك الصغير. اشوف ان هو ينقصه بس الثقه، لو خد الثقه والمباريات مع السيتي هيبقى فعلا من احسن المدافعين في العالم. كمان على مستوى خط الوسط النهارده مشاركه نيكو جونزاليس الوافد الجديد ولاعب خط الوسط، اشوف ان هو خير تعويض لرودري. اي نعم طبعا لسه ما جابش مستوى رودري، ولكن بيأدي اداء كويس جدا. تحس ان هو مايسترو في خط الوسط، بيربط كويس بين خط الدفاع وخط الهجوم، رتمه هادي وبيعرف يتحكم في اسلوب اللعب. فرق جدا النهارده مع السيتي في اللقاء. اما على مستوى الثلاثي اللي بيلعب تحت راس الحرب هالاند، هنشوف ان سافينيو بقى بيتألق في مركز الجناح الايمن وخلاص حجز مكانه كاساسي في هذا المركز. ولو انت متابعنا من البدايه هتشوف ان قبل حتى ما سافينيو يلعب كاساسي كنا بالنادي وبنقول ان ده افضل جناح ايمن في الفريق وده اللي يستاهل فعلا يلعب كاساسي. شفنا بقى لما لعب اساسي وخد ثقه جوارديولا قد ايه مدى تاثيره مع الفريق في المباريات الاخيره. اما فودن اللي بيلعب على ناحيه الشمال، فشفنا ان هو مباراه بعد مباراه بدأ يجيب فورمته وبدأ يفكرنا شوية بفودن بتاع الموسم الماضي. اما نجمنا المصري عمر مرموش اللي بيلعب في النص تحت هالاند انفجر النهارده واحرز هاتريك تاريخي وهاتريك مميز جدا، واهداف الثلاثه بصراحه احسن من بعض. والحقيقه انا فرحان جدا لعمر مرموش النهارده، مش بس عشان هو مصري، لا كمان عشان هو لاعب مميز جدا. والناس بدأت تقطع فيه الفتره اللي فاتت وبدأت تقول بقى يا مرموش الدوري الانجليزي مش زي الدوري الالماني، مش
هتلاقي هنا فرق ضعيفه، مش هتلاقي فولسبورج، مش هتلاقي شتوتجارت والانديه اللي كنت بتتالق قدامها دي وتحرز هدف واثنين. الدوري الانجليزي مختلف النهارده بقى، مرموش بيخرس السنتهم كلهم وبيقول لهم بقى ما يفرقش معايا دوري الماني دوري انجليزي، الحمد لله بتالق في اي مكان. واحرز النهارده مش هدف ولا اتنين، لا احرز 3 اهداف، والثلاث اهداف بصراحه احسن من بعض. طب ليه في ماتش النهارده بالذات تالق عمر مرموش؟ ليه مش في الماتشات اللي فاتت؟ هقول لكم السبب. لان لعيبه السيتي النهارده بدات تفهم تحركات عمر مرموش، بدات عينيها تبقى على عمر مرموش ويراقبوا تحركاته ويحطوا له الكره في المساحه عشان يستغلوا سرعته ومهارته. وده يفكرنا بتصريحات جوارديولا اللي هلأ بعد ماتش تشيلسي لما قال ان تحركات عمر مرموش ذكيه جدا، ولكن خط وسط السيتي مش على مستوى ذكاء مرموش ومش قادر يفهم تحركاته، عشان كده ما بيلعبلوش الكره في المساحه وبتضيع اسهامات عمر مرموش على السيتي. النهارده بقى لعيبه السيتي بدات تفهم عمر مرموش، وبداها إيدرسون في الهدف الاول اللي فهم تحرك عمر مرموش من البدايه وقدر يعمل له كره طويله ودته كانفراد. والنهارده بقى شفنا ذكاء عمر مرموش انه حط المدافع ورا ظهره وراح بالكره انفراد وحطها من فوق حارس نيوكاسل واحرز هدف جميل جدا، واعلن عن اول اهدافه مع السيتي واول اهدافه في الدوري الانجليزي الممتاز. ما اكتفاش بكده مرموش، ولكن في الهدف الثاني كمان جندوجان بدأ يفهمه وبدأ يحط عينيه على مرموش ويحط له كرة في المساحة اللي بيحبها مرموش. دايما مرموش لو نلاحظ هتلاقيه بيتحرك بين الظهير وبين المساك. النهارده مرموش كان بيتحرك بين الظهير الايمن لنيوكاسل وبين المساك، قدر ان هو يستغل المساحه دي وجندوجان يفهمه ويحط له كره في المساحه عشان عمر مرموش بقى يستغل مهارته في مراوغه المدافع وان هو يسدد الكره بقوه في الزاويه الضيقه لحارس نيوكاسل ويحرز الهدف الثاني للسيتي. اما عن الهدف الثالث هنلاقي ان سيفينيو بقى المتالق اللي قلنا عليه من شويه بيخترق من ناحيه اليمين وبيبص يلمح مرموش اللي واخد مكان مميز جدا داخل منطقه الجزاء، عملها له باك باص. وهنا بقى مرموش ولا استلم ولا وقف، لا زي الكرة ما هي جايه شاطها قويه جدا واحرز الهدف الثالث للسيتي. والحقيقه بالهاتريك اللي احرزه مرموش النهارده كتب اسمه بحروف من نور في تاريخ الدوري الانجليزي، لانه الفارق بين هدفه الاول اللي احرزه في الدقيقه 19 وهدفه الثالث اللي احرزه في الدقيقه 33 14 دقيقه بس. وبكده اصبح عمر مرموش هو صاحب اسرع هاتريك للاعب عربي في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز. والحقيقه ان في تريكايه عملها جوارديولا النهارده هي اللي ساهمت برضه في تالق عمر مرموش واستغلاله للمساحات، انه كان بيخلي هالاند يسقط لنص الملعب ويفضي بقى العمق الهجومي يروح فيه مرموش ويستغل سرعته. وده اللي شفناه في الهدف الاول، هالاند نزل في وسط الملعب وراح مرموش بقى انطلق في المساحه لما عملها له إيدرسون وقدر انه يحرز الهدف الاول للسيتي. افكار وتفاصيل صغيره جدا ممكن تفرق في اداء اللعيبه وممكن تفرق في اداء فرقه كبيره زي السيتي، وده اللي عمله جوارديولا النهارده. والحقيقه ان اهداف مرموش الثلاثه النهارده كانت كفيله انها تنهي اللقاء لصالح السيتي وانها تخلص على اي امل لنيوكاسل ولاعيبته في العوده للقاء. حتى بعد التغييرات الخمسه اللي عملها مدير الفني نيوكاسل في الشوط الثاني ما اثرتش اي تاثير ايجابي سواء على اداء نيوكاسل او على نتيجه اللقاء بالنسبه له، لان لعيبه السيتي خلاص كانت سيطرت على اللقاء سواء فنيا او معنويا. وبدا بقى جوارديولا لما اطمن للنتيجه بدا بقى خرج مرموش في الدقيقه 75 وخرج بعض اللعيبه عشان يريحهم طبعا لماتش ريال مدريد وموقعه ريال مدريد يوم الاربعاء ان شاء الله في دوري الابطال. وقدر بقى يستغل الفرصه البديل لجيمس ماكاتي وفي الدقيقه 74 بيعزز النتيجه وبيحرز الهدف الرابع للسيتي من كره عرضيه لعبها ريحها هالاند كده براسه لماكاتي اللي استغل الفرصه وفي منطقه الستة ياردة وحط الكره بمنتهى السهوله من مره واحده كده مباشره واحرز الهدف الرابع للسيتي وانهى اللقاء تماما لصالح مانشستر سيتي. فوز مهم جدا للسيتي سواء على مستوى جدول الترتيب، لان الفوز ده وداه في المركز الرابع برصيد 44 نقطه، المركز اللي بيسعى له السيتي لانه مؤهل لدوري ابطال اوروبا الموسم القادم. كمان فوز معنوي قبل الموقعه اللي عندهم مع ريال مدريد في سانتياغو برنابيو يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. الموقعه اللي اشوف ان لو جوارديولا لعب بنفس التشكيل وبنفس الطريقه وقدر ان هو يخلق مساحات زي اللي عملها النهارده لعمر مرموش في دفاعات ريال مدريد هيزعج جدا دفاعات ريال مدريد وان شاء الله يسجل اهداف ويبقى سبب في تأهل السيتي. سيناريو نتمناه لعمر مرموش ونتمناه طبعا للسيتي لانه بيلعب فيه نجمنا المصري انه يتأهل على حساب ريال مدريد ويكمل لأبعد مدى في دوري ابطال اوروبا.
عداد عمر مرموش في الدوري الانجليزي ممتاز بدأ النهارده، ونتمنى بقى ان هو ما يقفش تاني، نفضل نعد معاه كل لقاء ونعد بقى ارقامه واحصائياته زي ما بنعمل مع نجمنا المصري محمد صلاح، وبكده يبقى عندنا ان شاء الله بقى 2 هدافين في الدوري الانجليزي ممتاز. ونشوف في يوم من الايام المنافسه على هداف الدوري الانجليزي ممتاز تبقى ما بين نجمين مصريين محمد صلاح وعمر مرموش. ولكن اتمنى من عمر مرموش ان هو يعمل زي محمد صلاح ويجدد دوافعه بعد كل لقاء وبعد كل موسم، دايما يعمل اهداف لنفسه جديده، ما يقفش بقى على الحاجات اللي عملها، ما يقفش بقى على الهاتريك ده ويريح عليه. لا يا باشا، الماتش الجاي ان شاء الله جيب جون واتنين وتبقى سبب في تاهل مانشستر سيتي على ريال مدريد، وتبدا بقى مسيره التالق مع مانشستر سيتي. ونقعد بقى بعد كل لقاء زي ما بنعمل مع صلاح نقول بقى اهدافك واحصائياتك وارقامك القياسيه. نتمنى مسيره مميزه لعمر مرموش في الدوري الانجليزي ممتاز، وليه لا ما يكملش مسيره محمد صلاح ويبقى واحد من هدافي الدوري الانجليزي الممتاز. نروح لتاني لقاء معانا، لقاء ارسنال وليستر سيتي اللي اتلعب على استاد كينج باور ستاديوم استاد ليستر سيتي. والحقيقه اللقاء ده على الورق قبل المباراه صعب جدا على ارسنال، وعشان نبقى امناء مش بس اللقاء ده اللي هيبقى صعب، كل لقاءات ارسنال معاك لنهايه مارس يمكن بعد كده بشويه كمان هتبقى صعبه جدا على ارسنال، لان خط هجومه الاساسي كله غايب في الفتره دي، يمكن اكتر من كده شويه كمان. والفتره دي هي اللي هتحدد بقى اذا كان ارتيتا يقدر يوصل بالفريق لبر الامان وان هو يفضل ينافس مع ليفربول على الدوري الانجليزي ممتاز، ولا هيكتفي بقى بالمركز الثاني. تخيل معايا عزيزي ان ارسنال وهجومه اللي بنتريق عليه من اول الموسم، بنقول ان عندهم عقم هجومي وان هم ما بيعرفوش يفنشوا وما بيعرفوش يحرزوا الاهداف وبيضيعوا فرص بالجمله. تخيل بقى ان خط الهجوم الاساسي ده كله غايب. يعني عندك هافرتس مثلا عنده مشكله في اوتار الركبه وهيغيب لفتره طويله، عندك مارتينيلي اصابه عضليه بتتكلم في 6 اسابيع ويمكن اكتر من كده كمان، عندك جابريل جيسوس اصابه رباط صليبي يعني خلاص الموسم بتاعه انتهى مع الارسنال هذا الموسم، كمان بقى ساكا اللي مكمل في اصابته ولسه قدامه يمكن شهرين عقبال ما يرجع. تخيل ان كل الاساسيين دول غايبين، بيلعب بقى مكانهم مين؟ بيلعب النهارده نوانيري وتروسرد وستيرلينج. والحقيقه النهارده يمكن اللي كان منور فيهم شويه وعمل بعض الخطوره هو الشاب نوانيري اللي عمل اسيست في الهدف الاول لميكل مورينو ورفع له الكوره بالميزان وبالمسطره وحطها ميكل مورينو واحرز الهدف الاول، وكان ليه تسديده خطيره على المرمى في الدقيقه 75 ولكن ارتدت من عارضه ليستر سيتي. ولكن بقى الاثنين التانيين سواء ستيرلينج او تروسرد مفيش خالص. يعني حتى ستيرلينج المميزات اللي كان بيتميز بيها ايام مانشستر سيتي وايام ليفربول وايام تشيلسي ان هو سريع ومهاري وبيعرف واحد على واحد يعدي، ولكن ساعتها كان بيعيبه الفينش وان هو بيضيع فرص كتير. النهارده بقى وشفناه في اللقاء ولا عارف يعمل ده ولا عارف يعمل ده، يعني حتى واحد على واحد مش عارف يعدي، مش عارف يستغل سرعته، كل ما يزق الكوره المدافع بيحط جسمه وبياخدها منه. فما شفناش اي حاجه من ستيرلينج النهارده تخليه حتى يلعب اساسي، ولكن طبعا ارتيتا مضطر النهارده انه يلعبه عشان الغيابات اللي قلنا عليها. كمان تروسرد النهارده كان اداؤه باهت جدا، رتمه بطيء، الكره كانت بتقف عنده في هجمات كتير. يمكن الحسنه الوحيده اللي عملها في اللقاء هو الاسيست بتاع الهدف الثاني اللي عملها عرضيه لميكل مورينو وقابلها واحرز الهدف الثاني في لقاء النهارده. طبعا الغيابات اللي بالجمله النهارده في خط الهجوم والمستوى السيء اللي اداه البدلاء النهارده يودينا بقى لصوتنا اللي اتنبح من اول الموسم ان جماهير الارسنال ونقاد ومحبين الارسنال بيطالبوا من اول الموسم بصفقات هجوميه تدعم الفريق. ما عملتش كده في الصيف، استنوا ان انت تعمل كده في انتقالات يناير. ولكن برضو الاداره اللي بخلت على الفريق اختارت انها تكمل بالسكواد الموجود دلوقتي. وكان ايه النتيجه؟ كان النتيجه ان ارتيتا مضطر يلاعب اسماء بعينها في التشكيل الاساسي لانه ما عندوش غيرهم، والاسماء دي مش بتأدي 1/10 من الاداء اللي كان بيأديه الاساسيين اللي احنا اصلا كنا بننتقدهم. فبالتالي المشكله دي والبخل ده هو اللي هيؤدي ان انت مش هتكمل في منافسه الدوري الانجليزي ممتاز،
وهتخرج برضو من بدري من دوري ابطال اوروبا، ودي نتيجه بخل الاداره وانها ما دعمتش الفريق بالصفقات اللي تخلي الفريق يكمل على مستوى مختلف البطولات. ولكن هنا لازم نحيي مايكل ارتيتا اللي بالاسماء اللي معاه دي قدر يخرج النهارده ويفوز، وكانت تغييراته مهمه جدا للفريق، وبالذات تغيير ميكل ميرينيو اللي اسفر عن احرازه هدفين، الهدفين اللي خرج بيهم ارسنال النهارده. احرز ميكل ميرينيو الهدف الاول في الدقيقه 81 بعد اسيست رائع من نوانيري اللي عمل له كرة كده شالها له بالميزان على راس ميكل ميرينيو داخل منطقه الجزاء وحطها باليد، واحرز الهدف الاول لارسنال، عشان يجي بعديها ب6 دقايق ويحرز ميكل ميرينيو الهدف الثاني لارسنال بعد اسيست رائع من تروسرد اللي عملها قويه من ناحيه الشمال. استغلها بقى ميكل ميرينيو اللي كان مكمل في منطقه الجزاء ولعبها مره واحده في الزاويه الضيقه واحرز الهدف الثاني لارسنال. والحقيقه يحسب لارتيتا مش بس اشراكه لميكل ميرينيو في اللقاء، ولكن الدور اللي اختاره له ورسمه له ان هو يلعبه في اللقاء، وهو دور المهاجم الوهمي اللي بيجي من ورا من غير ما يكون متراقب، واللي اسفر عن هدفين لميكل ميرينيو من داخل منطقه الجزاء. الحقيقه الاهداف دي كان ضروري انها تيجي لارسنال بعد ما فشل من استغلال الكرات الثابته اللي هو السلاح الفتاك لارسنال في الدوري الانجليزي هذا الموسم. ولكن رود فان نيستلروي مدرب ليستر سيتي كان صاحي للتركايه دي، وكان عارف ان ارسنال عنده مشاكل على مستوى الدفاع، فبالتالي هيعتمد اكيد على الكرات الثابته، فوقف كريستنسن مان تو مان مع جابرييل في الكرات الثابته، ومنع من جابرييل ان هو يستغل اي كره ثابته وانه يحرز اي هدف لارسنال النهارده في اللقاء. رود فان نيستلروي اللي برغم النتائج السلبيه اللي بيحققها الفريق الفتره اللي فاتت، ولكن النهارده في الشوط الثاني حاول وضغط وحاول ان هو يضغط على ارسنال ويشكل بعض الخطوره في الشوط الثاني، وكان يمكن ابرزها الكره العرضيه اللي لعبها لعيبه ليستر سيتي في الدقيقه 73 وعدت في خط ال6 ياردة من مهاجمي ليستر سيتي، وقدر سكيلي الباك الشمال لارسنال ان هو يطلعها ضربه ركنيه. الحقيقه النهارده حاول رود فان نيستلروي زي ما قلنا، ولكن الامكانيات اللي معاه ما ساعدتوش، وطبعا كان التوفيق مع ارسنال باشراك ميكل ميرينيو اللي النهارده كان هداف على غير العاده. فوز الارسنال النهارده قلل الفارق مع المتصدر ليفربول ل4 نقاط فقط. بيواصل هنا ارسنال بقى الضغط على ليفربول وبيحاول ان هو يستغل النتائج السلبيه اللي ممكن يعملها ليفربول خلال اللقاءات اللي جايه. اما بالنسبه لليستر سيتي فالخساره النهارده ابقته في المركز ال19 في مراكز الهبوط مع ساوثهامبتون ومع إبسويتش تاون. وبكده يبقى تغطيتنا للسبت الممتاز واهم المباريات اللي تمت فيه انتهت. اتمنى ان شاء الله الحلقه تعجبكم، ولو ده حصل باذن الله ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير للفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من المتابعين. اراكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.